هذا هو رشيد الفايق اللي ما فايق والو، مجرد نصاب وشفار. هو واحد من الكائنات الانتخابية اللي وسخت المشهد السياسي والحزبي في المغرب. بدا المسيرة ديال الشفارت نتاعو في الرئاسة ديال جماعة ولاد الطيب نواحي فاس. هاد خينا اللي ما عنده لا تاريخ نضالي ولا سياسي كما كاع المنخرطين ديال حزب التجمع الوطني للأشرار، وصل للبرلمان ودار علاقات كبيرة وجمع ثروة هائلة بلا حاسب ولا رقيب. وحيت ولاد الطيب جماعة قروية كانت في طور التحول للمجال الحضاري، السيد ضرب أموال طائلة في إطار مافيا العقار اللي حافت على الأراضي وجزأتها وباعتها بلا موجب حق. فاش ريحتو عطات بزاف وشبع فلوس وأملاك وثروات، تشد في الحبس بتهم ارتشاء، اختلاس المال العام، استغلال النفوذ والتزوير في المحررات الرسمية. القضية اللي غرقات الباباه الشقف كانت كتخص التصرفات الغير قانونية في الأراضي السلالية اللي بنى فيها مشاريع سكنية بلا حتى إذن قانوني، وباع هادوك السكاني بطرق غير قانونية. في ماي 2023 حكمت المحكمة الابتدائية في فاس على الفايق ب6 سنين ديال الحبس النافذ وغرامة مالية ديال 100 مليون سنتيم، وتحكم على خوه جواد الفايق اللي كان رئيس ديال المجلس عمالات فاس ب3 سنين ديال الحبس النافذ. وفي يونيو 2023 المحكمة الاستئنافية ديال فاس تفوبرات على خونا الفايق بعامين اخرى باش ولات عنده 8 سنين ديال الحبس النافذ وغرامة مالية، وخوه زادو عام باش كملوا ليه 4 سنين. هاد الشفار العتيق من بعد هاد الحكم النهائي ديال 8 سنين تحلت ليه ملفات اخرى، منها الاغتصاب وفض البكرة ديال فتاة ذات إعاقة، وملفات اخرى ديال الضرب والجرح، وملفات اخرى ديال النصب والاحتيال والتزوير. المهم هاد النصيصيب غادي يكمل عمرو غير بين الجلسات الابتدائية والاستئنافية.